السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة. معكم أميمة من قناة شهوات أميمة أميريتاج. اليوم إن شاء الله فيديو جديد غنقدم معكم مدفونة الفلالية، كتجي زوينة بزاف بطريقة سهلة ومبسطة. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. طبيعة الحال ماشي ما غتكونش بحال الاصليه ولا اللي كناكلو مثلا في مدينه في زعما في النواحي ديال تافيلات اولا، ولكن درت هكا واحد المحاوله وجات لذيذه بزاف. تقريبا بحال المذاق اللي نقدروا ناكلوها هكا في مدينه الريساني وفي النواحي ديال تافيلات. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وينال الاعجاب ديالكم الفيديو ديال اليوم. بقاو مع المقادير. عندي واحد جوج ديال الزلايف ديال الدقيق الابيض، وعندي نص زلافه ديال الفينو. بالنسبه لاي حاجه غتعبروا بها عبروا بها الدقيق، ونفس العبر عبروا الفينو. عندي شويه ديال الملحه وشويه ديال الخميره ديال الدار، الخميره حبيبات. وغنعجن العجينه ديالي غير بالماء بارد، يعني من الصنبور اولا من الروبيني. غنحاول هكا ندلكها غير شويه. تقريبا العجينه كتجي بحال العجينه ديال البطبوط اولا العجينه ديال الخبز ديال الدار العادي اللي كنديرو. غنخليها ترتاح مزيان، وغنهز هنايا واحد شويه ديال اللحم. من جهه كتكون من الهبره، ولكن هكا الهبره كتكون زوينه. وشويه ديال الشحمه غنقطعها معكم بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا. غنقطعها رقيقه، والشحمه حتى هي غنقطعها رقيقه مزيان، ضروري نقطعوها رقيقه. غندير هنا واحد الحبه ديال البصله حتى هي غنشنفها مزيان وغنقطعها رقيقه. وبطبيعه الحال قد ما زدتوا الكميه ديال اللحم تزيدوا حتى الكميه ديال البصله وديال التوابل الاخرى اللي غنحتاجو. هنا شويه ديال القزبر والمعدنوس، كتبغي شويه ديال القزبر والمعدنوس يعني بكميه لا باس بها. غنقطعهم هكا غير باليد ديالي مزيان مزيان. وصافي حتى هما غنضيفهم على باقي المكونات. هنايا كيديروا شويه ديال اللوز كيجي رائع. بالنسبه للتوابل كنديروا غير الملحه والكمون البلدي، تقريبا معلقه كبيره ديال الكمون البلدي. بالنسبه لهداك الاخضر اللي اللون ديالو خضر اللي درت في التالي ولا اللي درت في الاخر، هداك النافع مطحون. غير واحد دردوره تقريبا راس ديال المعلقه ديال النافع ضروري كتكون في هاد الوصفه. كتجي لذيذه وهي اللي كتعطي هذيك الطيبه ديالها الرائعه. هنا راه العجينه ديالي خمرات غير شويه، كنخليها تخمر وكنقسمها على جوج. هنا كندير شويه ديال الفورص مع شويه ديال النخاله وشويه ديال الفينو، غير شويه هكا نقرص بهم. بالنسبه للكرات كندير وحده كبر من الاخرى غير بشويه، ونسرحهم هكا مباشره. ما غنعاودش نخليهم يخمروا. بالنسبه لهاد الوصفه ما كتبقاش تعاود هكا تخمر معنا من غير الخمره الاولى اللي كنخمروها. صافي كندير هذوك المكونات كاملين ديالي في هذيك اللي كبيره، في هذيك الدائره اولا في العجينه اللي كبيره اللي قرصت. صافي وكنطلق حتى العجينه الاخرى وكنديرها فوق من العجينه الاولى، وكنبدا يعني كل شيء هكا باين في الصوره كيف ما كتشوفوا في الفيديو. كنبقى هكا نجمع العجينه من الجوانب ونبقى نقرصها، وانا في نفس الوقت كنرش هذاك الخليط ديال الدقيق والفينو وحتى النخاله. صافي ونبقى نقرص. وبالنسبه للسمك ديالها هذا هو السمك، ما كتبغيش تجي رقيقه بزاف وما تبغيش تجي غليظه. الا جات غليظه هكا غتجي ناشفه وما ما غتكالش، ولا جات رقيقه راه ما غتلقاو فيها ما يتكال وغتجي يعني هكا قاصحه كما كنقولوا. بالنسبه للطياب ديال المدفونه ديالنا، الحاجه اللي ضروريه في الطياب واساسيه ان المدفونه احسن حاجه احسن طياب ديالها هي الطيب في الفران ديال الزنقه. هنا صراحه ما طيبتش في الفران ديال الزنقه، غير صراحه غير عكست، ولكن كاينين هنا زعما موجود الفرارن تيطيبوا هكا المدفونه تيطيبوها. يعني الاختصاص ديالهم غير المدفونه. مهم انا طيبتها غير في الفران ديال الدار باش نجربها معاكم باش تشوفوا الطريقه ديال الدار راه كتجي ناجحه. بالنسبه للطياب ديالها كتبغي اول حاجه ان الفران يكون سخون ضروري من قبل ومن الفوق ومن التحت. انا طيبتها في الفران ديال الضوء. كيكون الفران طيب سخون من الفوق ومن التحت، ومنين كندخل المدفونه ديالي كنقص على الفران، يعني كنقتلو بهذا المعنى باش هذيك اللحيمه طيب وطلق هذيك الضغميره ديالها. وهذوك هادوك التوابل اللي دايره كاملين لداخل تيتواتاو مع بعضياتهم وكيتجانسوا تطلقوا مع بعضياتهم هكا، وكتجي واحد المذاق اللي رائع. انا راني كنقطعها معكم مباشره. هي من الاحسن تخليوها هكا ديروا عليها شي زيت باش تزيد ترطاب وهكا، حيت كتكون شويه مقرمشه باش تزيد ترطاب لكم وتعطيكم هكا الطعم في التقطاع.
وعاد ديك الساعه تاكلوها. صراحه انا مع الريحه ديالها ومع كنت كنصور ما قدرتش هكا نتسنى عليها. صافي وقطعتها، راه كتجي لذيذه لذيذه، وهذيك اللحمه راها طيبه. غير حاولوا كيف ما قلت لكم ديروا جوده ديال اللحم يكون زوين. واللحم يعني في هذه المناطق منين كتمشي عند الجزار راه كتقولي ليه اللحم ديال المدفونه. بالنسبه لاي واحد بغى يجربها ياخذ غير اللحم ديال الهبره، ما تكونش ناشفه بزاف، ويدير معاها شويه شحيمه راه كتعطي المذاق ديالها زوين بزاف. صافي هذه هي المدفونه ديالنا، هذا هو الشكل ديالها، راه كتجي رائعه وكتجي زوينه بزاف. نتمنى تجربوها، انا متاكده غتنال الاعجاب ديالكم. الا عجبكم الفيديو نتمنى تخليو لي التعاليق ديالكم. بطبيعه الحال راه ما كتجيش يعني بحال ديال الناس هنايا ولا الناس اللي كيعرفوا ليها، ولكن انا بالنسبه لي كمحاوله لا في الشكل ديالها ولا في المذاق راه جات رائعه. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، ونتمنى الوصفه ديال اليوم تكون عجباتكم ونالت الاستحسان ديالكم. والى فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ولا بغيتوا بحال هكا الوصفات يكونوا مغايرين شويه ومن مناطق متعدده، نتمنى تخليو لي تعليق ديالكم ودعموني بلي جام. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.